أطل العيد مبتسما يحيي اليوم أوطانا، وعاد لنا ليغمرنا تحيات وعرفانا. أطل العيد مبتسما يحيي اليوم أوطانا، وعاد لنا ليغمرنا تحيات وعرفانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حفل معايدة لعيد الفطر المبارك لعام 1447. سألنا الله تعالى أن يجعله عيدا مباركا يعود على الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والاستقرار. حياكم الله. أصالة عن نفسي ونيابة عن فريق العمل في قناة سلام، أتقدم بالتهنئة المباركة للشعب الإريتري عامة في داخل إريتريا وفي خارجها. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المباركة، وسوف نستقبل اتصالاتكم واتصالات العلماء والمشايخ عبر هاتف الذي يظهر أمامكم عبر الشاشة، وكذلك نلتقي المهنئين في قناة سلام في داخل القناة. نرحب بالشيوخ الكرام فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، وكذلك الشيخ أبو عمار إسماعيل عمار، ونرحب بكم جميعا الإخوة والأخوات، وعيدكم مبارك. هذه الحلقة أو هذا البرنامج مخصص لجميع الإريتريين حتى يهنئوا إخوانهم وأخواتهم وآبائهم وأمهاتهم قبل ذلك كله، وجيرانهم وأصحابهم، يهنئون بالعيد الفطر المبارك. كل المكونات، كل التوجهات، كل الأديان نهنئهم بعيدنا عيد الفطر المبارك. فحياكم الله في هذا البرنامج. أترك الكلمة الآن لفضيلة الشيخ حسن سلمان حتى يعطينا فاتحة خير في بداية هذا البرنامج، ثم ننتقل بعد ذلك الاتصال عبر المتصلين إن شاء الله. ومع الشيخ حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، وشعب الإريتري على وجه الخصوص في الداخل والخارج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم في عزة وكرامة، وأنتم في فرحة وبهجة وسرور، وأنتم إن شاء الله في علو وتمكين بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة على أمتنا، وأن يقيها الشرور، وأن يقيها كذلك الحروب التي تشتعل في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي أمتنا وشعبنا ذلك. الأعياد من شعائر هذا الدين، وارتبطت بشعيرتين أساسيتين. موضوع الأعياد عندنا ليس فرحة عادية، ولكنها فرحة مرتبطة بشعيرة من شعائر هذا الدين. فالعيد الأول مرتبط اللي هو عيد رمضان، عيد الفطر المبارك، مرتبط بالصيام بعد أن يكمل الناس العدة من شهر رمضان، حينها يقومون بأداء هذه الشعيرة، شعيرة عيد الفطر. الله عز وجل يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فبعد إكمال العدة يكون دائما الفرحة ويكون التكبير، وهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام في ترجمة هذا النوع من الآيات، وأن يقوم ببعض الأعمال. فكان التكبير شرعته عليه الصلاة والسلام مع نهاية أو مع بداية ليلة العيد، ويتوقف التكبير بعد صلاة عيد الفطر.
يبدأ بعد ذلك الناس بطبيعة الحال في التزاور، ويبدأون في يبدأون في زيارة بعضهم بعضا، ويستمتع الناس في أيام الأعياد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فعلينا عندما نقول بأنها أيام أكل وشرب أن نستمتع بالحلال في هذه الأيام، وأن يكون كذلك الضابط في ذلك هو ارتباط كل هذه الأمور بذكر الله سبحانه وتعالى وعدم الغفلة عنه، لأننا كنا في شهر الحضور أو شهر الاستحضار لعظمة الله، وشهر الاستحضار لمعية الله، وشهر الاستحضار للخوف من الله سبحانه وتعالى والقرب منه. فلا يليق بأي شيء بالشكل من الأشكال أن ينتهي رمضان وتكون نهاية الإنسان أن ينطلق عقاله من كل ما كان فيه منضبط، بل بالعكس يجب أن يكون رمضان هو العدة التي تزودنا منها لباقي أيام هذه السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فعلينا إن شاء الله أن نتذكر دائما هذا المعنى، وأن نتذكر أن الأعياد أيضا مناسبة للتواصل، مناسبة للعفو، مناسبة للصفح، مناسبة كذلك لصلة الأرحام، مناسبة للتجاوز عن ما يبدر بين الناس الأقارب على وجه التحديد من إشكالات. هذه كلها إن شاء الله من الأشياء المطلوبة في هذه الأعياد. وبذلك نحن اليوم إن شاء الله هذه الفرصة المناسبة، هذه الفرصة التي تتيحها قناة شبكة السلام هي فرصة للاتصال، وفرصة كذلك للتهاني، وفرصة لأن من لم يستطع أن يتواصل مع أهله على الأقل من خلال هذه المنصة يستطيع إن شاء الله أن يهنئ ويبارك لعموم شعبنا ولخصوص أقرباء كل شخص منا. وبذلك أنا أهنئ حقيقة الأهل جميعا في كل مكان، الإخوان والأخوات والأبناء الذين هم أيضا متوزعون في أكثر من بلد. أقول لهم بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونشكر فضيلة الشيخ حسن سلمان على هذه الكلمات الطيبات. عليكم السلام، يا مرحبا يا شيخ عمر، كيف صحتك؟ أنا زعلان منك، عزمتك على الفطور ليش ما جيت جلست؟ والله أمي كانت تحتاجني في البيت فرحت طوالي. طب المفترض تستقبل، كيف كنت تمشي على طول؟ ما تريد. اعطوني الميكروفون عشان. عليكم السلام، اهلا حبيبي، الله يجزيك الخير. اهلا وسهلا ومرحبا. الله يجزيك الخير، كيف الحال؟ تفضل تفضل. مرحب. نحتاج كرسي هنا يا جماعه. اي نعم. حياك الله، يا مرحبا. طيب نريدك ان تعيد على يعني الشعب الاريتري وعلى احبابك الوالده والوالد، ثم تاخذ جائزتك وتمشي. أولا حاب أسلم على أهلي في البيت، أمي وأبي وأخواتي، ثم نسلم على الأقرباء والأهل في ميكروفون يا جماعه، مكبر صوت تمام. في جميع أنحاء العالم، في إريتريا وفي مصر وفي الدول الأوروبية، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، ويتقبل الله طاعاتكم وأعمالكم بإذن الله. حياك الله. طيب ايش تشارك في هذا الحفل بفائدة، بأنشودة، بشعر؟ وإذا في أسماء معينة تخصهم بالسلام. أيضا عرف نفسك، أنت مين؟ أنا عمر عبد العزيز محمد برهان. يا سلام. أي نعم. يا سلام. وحاب أقدم شكر وتحية خاصة لعيال عمتي وعيال خالاتي الصغار والكبار كلهم، وعمتي خصوصا فاطمة إني أحبها من كل قلبي. الله الله، هنيئا لك أختنا الكريمة فاطمة. نعم. هنيئا لك بهذا الحب من عمر، كل عام وأنتم بخير. أظن فاطمة في مصر صح؟ في مصر. نعم. نعم، هنيئا لك. طيب خالاتي أحب خالتي سميرة وخالتي عزيزة. الله الله، هنيئا للخالات الطيبات العزيزة وخالة سميرة، هنيئا لكم بهذا الجو. شكرا عمر، جزاك الله خير. وهذه عيدك المباركة ومرحبا بك مرة ثانية. إذا أحد عزمك لا تمشي حتى تأكل. شيخ حسن تعال هنا أحسن عشان الشباب إذا جو. اي نعم. شباب عمار دفها شوي. السجادة. اي والله السجادة. عدلها بس. شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا حبيبي محمد ود باشا عبد العزيز. محمد عبد العزيز. اهلا اهلا ابننا، كيف الحال محمد؟ ان شاء الله طيب، الله يجزيك الخير. اهلا بك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مبروك. حياك الله. تعال. اهلا اهلا وسهلا. عيد المشاهدين. كاميرا ما جات. طب هناك، راح روح هناك. ايوه، وين المكبر؟ الصوت واضح؟ تفضل. عيد من تحب ان تعيد. اولا عرف بنفسك. السلام عليكم، أنا محمد عبد العزيز. ايوه، محمد بخير، كل عام وأنتم بخير. طيب يلا. اهلا وسهلا. ايش عندك مشاركة؟ أنشودة، شعر؟ ماذا تقول للشعب الإريتري؟ وجه الكاميرا هنا يا عبد الله، ما احنا شايفين حبيبنا. ايوه، خليك على هذه، خليك على هذه الشاشة، خليك على هذه، ثبت على هذه الشاشة. تفضل حبيبي. نشيد لاهلك في السودان، في مصر، في اي مكان. يلا. من تحب من اقاربك من تحب ان تهنئه؟ خالد. ايوه، من خيلانك؟ خالد موسى. خالك موسى، ما شاء الله، هنيئا. ومين كمان؟ خالد عبد الفتاح أيضا. ايوه، حطها في فمك. ايوه، ومين كمان؟ خالد عبد الفتاح، عمي عبد المجيد. ما شاء الله. وصالح. اهلا وسهلا. في اريتريا من عندك؟ خالتي عندي، خالتي زهرة. خالتك زهرة، يا سلام. في مصر؟ في مصر عمتي. عمتك صفاء. مين؟ عمتي صفاء. ما شاء الله. عمتك صفاء، مرحبا استاذة صفاء. حافظ. ومين ما شاء الله. كمان؟ مصر. مصر. ايوه مصر. وين عندك؟ مصر ما في ناس. طيب السودان في كسلة. في جدي. أيوة. جدتي. يلا تقول. بارك لهم جميعا. ايوه. كل عام وأنتم بخير. جدي أحمد بخيت. ايوه ما شاء كل الله. عام وأنتم بخير حبابة. ما شاء الله. أبو يا سلام. ناصر رياض. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا. جده ما شاء الله من خيرة من عرفنا. الله الله. هاي في شكرا. كسلة شكرا لك على يلا، هذه الله التهنئة، يجزيك. جزاك الله خيرا. شكرا. طبت وطاب ممساك، هذه تهنئتك. الله يبارك فيك. الله يبارك. اهلا تهنئة. وسهلا. أهلا وسهلا. مبلغ رمزي من قناة سلام. يا مرحبا. طيب الشيخ محمد عبد الله. الله. تفضل. تفضل يا شيخ. لا، وعليكم إذا هنا. السلام ورحمة الله. اتصلوا على الشيخ عبد العزيز. اسمع. ينتظر الآن قبل لا ينام. اهلا. عبد العزيز اتصلوا وينام. الله يجزيكم الخير. حياكم الله. الآن الكلمة مع الشيخ أبو عمار، والشيخ نواف ينتظر. يا عبد الله اتصل على الشيخ نواف. الشيخ نواف تكروري ينتظر، اتصل بو بالله عليك. نعم تفضل. ايش في؟ لا بجيب لك مايك ثاني. الله خليه يكمل بعدين. خليه يكمل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة واحدة بس، الحمد تفضل. لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نبارك لأهلنا في الوطن، نقول لهم عرفة مكة وجدة هبوتة ونسوتة، من زلام دي مسحي ومن وحيز دي معدي قد بزح ونفس ريحة أنف قدوي. ربي إن شاء الله عيد خير وبركة ليدينا. كرر الاتصال. وربي رزق لا بزح وذرية لا أصلح ووطن آمن طيب وسلام شوف شيخ عبد العزيز. وربي خير إن شاء الله لجمعنا ولجمعكم، وخير ذريتنا وخير عدنا لرينا، ويعيد علينا إن شاء الله العيد عوام عديدة وأزمنة مديدة، وكلنا في خير والمسلمين جميعا في أمان وسلام. والسلام عليكم ورحمة الله. أخوكم أبو عمار. وأعيد أيضا لجميع إخواني في السعودية والأهل في السودان وكذلك في الوطن وفي الخارج أينما كانوا، وشكرا لكم. جزاكم الله خير. شيخ اسماعيل عمار أحد علماء إريتريا، شكرا على هذه التهنئة الطيبة. الآن معنا بالاتصال الشيخ عبد العزيز. شيخ عبد العزيز عطى جاهز؟ طيب إذا ننتقل كلمة للشيخ محمد عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه. في بداية هذا اللقاء الجميل أحب أن
أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية جمعاء، وأخص بالتهنئة الشعب الإريتري الكبير العظيم، سواء في داخل إريتريا أو في الشتات. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن أعتق رقابهم، وأن يجعلنا ممن تقبل منهم صيامهم وقيامهم. لا شك أن هذه الأيام هي أيام فرح وسرور، على الرغم من وجود بعض المنغصات، لكن تبقى هذه الأيام هي أيام الفرح. فنحن كما أننا نحزن على بعض الأمور، ولكننا أيضا نفرح بهذا الحدث العظيم بعد عبادة عظيمة صيام رمضان. فنحن الآن نفرح بعيد الفطر المبارك، ولا شك ولا ريب أن الأمل يحدونا أن السنة القادمة تكون أفضل مما مضى، وأن الشعب الإريتري إن شاء الله السنة القادمة يجتمع في إريتريا، وهذه المعايدة بإذن الله تعالى تكون في داخل إريتريا، في مدينة أسمرة وفي كرن وفي مصوع وفي أقردات وفي تسني وفي هيكوتا وفي إمبيرمي ونقفة، وانت ماشي كل مدن إريتريا إن شاء الله نفرح هذا الفرح العظيم إن شاء الله تعالى. ونحن سعداء حقيقة بتواجدنا مع بعضنا البعض في مثل هذه المناسبة في قناة سلام، ونسأل الله عز وجل أن يجعل قادم الأيام أفضل مما مضى، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ماذا تحب ترسل لإما زهرة من هذا المقام؟ والله المعايدة ستكون يعني قائمتها طويلة. لا أهم طبعا عندي والدتي، أسأل الله عز وجل أن يمتعها بالصحة والعافية، والدتي وأخواتي في مصر وفي السعودية، وخالتي في مصر، والبنات العمات وأولاد العم في جميع. طبعا نحن موزعون في كل مكان ونخصهم كلهم بالتهنئة. عيال خالي في الرياض، وأولاد خالي في جدة، وهكذا تطول القائمة. وجميع المتابعين الذين يتابعوننا من خلال قناة سلام أو من خلال القنوات الخاصة نهنئهم بهذا العيد العظيم، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا اليوم المبارك على هذا الاحتفال أن يجمعنا يوم القيامة ونحن في جنات النعيم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. شكرا فضيلة الشيخ محمد عبد الله، من علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا الذي نسأل الله تعالى أن يمتعنا بعلمهم وهديهم وسمتهم. معنا فضيلة الشيخ عبد العزيز عطا، الرجل الصالح الذي نحسبه والله حسيبه. تفضل الشيخ عبد العزيز، الميكروفون لك. من تحب أن تهنئ عبر قناة سلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجعل أيامنا كلها أعياد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعله عيدا مباركا، وأن يبارك في عيدنا جميعا. وأحب أن أهنئ شعبنا الإريتري الأبي كله في أي مكان وجد. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كما أهنئ والدتي حفظها الله وأعطاها ومتعها بالصحة والعافية، وإخواني وأخواتي وزوجتي وبني في السعودية، وكذلك خالاتي وعماتي وخالي وكل الأسرة الكريمة في جميع أنحاء الأرض. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا نجتمع فيه في بلدنا بعد شوق عظيم، وأن
يبارك في هذه الدولة، دولة تركيا التي استضافتنا وأكرمتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في رئيسها وشعبها وجميع من يعني ساعد إخوانه اللاجئين الفارين إليها، فهي مأوى لكثير من الإخوان والأخوات الذين فروا إليها فآوتهم، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم وسدد خطاهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شيخ عبد العزيز انتظر، نريد منك أن تذكرنا بطفولتك بعيد في أقل من دقيقة. أين كنت تقضي وأنت طفلا في العيد في أسمرة؟ ماذا؟ ما تسمع الصوت؟ الصوت غير واضح فضيلة الشيخ. واضح، بس لو تكرر السؤال. السؤال كيف عدت طفولتك في أيام العيد في إريتريا؟ كيف كانت؟ أبرز قصة سريعا. والله طفولتنا نحن خرجنا صغارا، يعني لا أتذكر كثيرا أيام الأعياد، ولكن العيد كان يكون في بيت جدي نصرائي رحمه الله. نجتمع الأسرة في اليوم الأول، فيأتي الأعمام والعمات وأبناء الأعمام وأبناء العمات ونجتمع جميعا هناك، ثم يكون اليوم الثاني في بيت جدي لأمي، وهكذا نذهب نعيد في بيوت أهل الحي من بيت لبيت، يعطونا حلاوة، يعطونا مبالغ يعني حركام ولا مش عارف كم كانوا يعطونا، فكانت يعني أيام جميلة. وإن كنت خرجت مبكرة من إريتريا يعني. شكرا فضيلة الشيخ عبد العزيز عطاء، جزاك الله خيرا. تفضل. خليني أنا أكمل عنك يا أبو عبد الله. طبعا الطفولة في إريتريا ما في أجمل منها حقيقة. يا سلام. لأسباب كثيرة، أبرزها أنك تعيش الحياة الطبيعية، الحياة التي ليس فيها تزويق ولا يعني غش، هي حياة طبيعية. يعني كنت تقول أول البارحة أنك ستأتي للزيارة للمعايدة بعد صلاة العيد، لكن الآن الناس نايمين في إريتريا، ما في أحد ينام، الجميع بعد صلاة العيد يتزاورون في البيوت. طبعا نحن في عائلتنا الكبيرة، عائلة جدنا نصراي عليه رحمة الله، كانت العوائل كلها تجتمع في هذا البيت. نعم، لأنه جدي لأمي. عجيب. نعم، هو عبد العزيز عطا هذا ابن خالي هو. نعم. سبحان الله. لا تعرف. فكنا نجتمع في بيت جدي، وكان اجتماع عظيم، تجتمع جميع الأسر. يا سلام. قد شافت هذا حاضر بقوة يا شيخ برهان، مش كل واحد. الله عندنا قد شافت. الله. شايف؟ ثم نظل طول اليوم، يعني تأتي الأطعمة والأشربة بشتى أنواعها وأشكالها إلى نهاية اليوم. طيب. وفي اليوم التالي الله يجزيك خير. اليوم التالي الناس يبدأون إيش؟ يذهبون للزيارات والمعايدات. تفضل. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. عيد على الشباب. أهلا. تفضل استريح. كيف الحال؟ يأتي هنا، يأتي الميكروفون. أيوة. والله يا أخي تمام. محتاج تغيير صدق يا أبو عمار، خروج عندك. السلام عليكم ورحمة الله. أبو عمار بيجي هناك أنت. أفضل. عرف نفسك. مصطفى صلاح الدين. أهلا وسهلا. نعم. كل عام وانتم بخير، وأهنئكم بقدوم العيد، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. وأسلم على أهلي اللي في السودان وفي مصر وفي تركيا، وأبارك لهم العيد وبس. يعني كل عام وانتم بخير. يعني أعطينا مشاركة، إما أنشودة وإما آية تقرأها وإما نصيحة. العبادة ما خلصت في رمضان، كملوا عادي بعد رمضان، يعني العبادة موجودة، يعني مو إنه رمضان خلص العبادة خلصت، هي مستمرة يعني. يا سلام. جميل والله، نعمة. جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك. شكرا على هذه النصيحة وعلى هذه معايدة قناة سلام. شكرا لك حبيبنا، جزاك الله. أبو عمر لو تيجي هنا أحسن، عشان الميكروفون يكون هناك عند الشباب. نعم. هنا اللي يجي يشيله من هنا. أيوه.
ضيف آخر من الداخل أيضا، أبعثوا لنا ضيف آخر يا حبايبنا. تمام. فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد، شيخنا وتاج راسنا أسد إريتريا، يا مرحبا، الكلمة لك. وين الشيخ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد، الداعية المعروف الملقب بأسد إريتريا، أهلا وسهلا، الكلمة لكم. تفضل يا شيخ. شيخ أبو الرشيد. ألو كنترول، أين الشيخ أبو الرشيد؟ طيب الحين يجهز الاتصال، ابعثوا لنا ضيف من الضيوف. شيخ أبو الرشيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب الكلمة لك، تفضل. يا مرحبا، حيا الله المشايخ النجوم الزواهر. أهلا وسهلا، مرحبا بك. حياك الله أبو الرشيد. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وعيد مبارك إن شاء الله على الجميع. آمين آمين. ارفع الصوت يا حبيبنا. تفضل واصل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا كنترول، ارفعوا لنا الصوت قليلا. واصل واصل ابو الرشيد نسمعك. نعم، كنت أهنئكم بالعيد لفضيلتكم والأخوة جميعا. جزاكم الله خير. نعم. والتهنئة لعموم المسلمين في العالم. أسأل الله عز وجل ربي يجعله يا ربي يعني إن شاء الله عيد يأتي معه الخير والبركة والسعادة والسرور للأمة والانتصار والتوفيق للمسلمين. ونخص بالتهنئة شعبنا الطيب المبارك في داخل الوطن وخارجه حيثما كانوا. والإنسان إن كان هناك شيء ينصح به فهو الوحدة والتماسك والتعاون، وأن يتآزر الناس في الخير. لهم الرمضان يقوي الإيمان، والإيمان يعني يجعل بين الناس من معانيه التعاون والتحابب والتعاضد. فإن شاء الله نتعاون في البر والتقوى والخير. فيا رب إن شاء الله ربنا يعني يوفق الشعب حتى يضع يده في أيدي بعض ويتعاون إن شاء الله تعالى لخدمة نفسه ودينه إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا الشيخ أبو الرشيد. عندنا سؤال. كلمة بالتقرأ ضروري. بالتقرأ ضروري يا أبو الرشيد. عندنا بالتقرأ يا أبو الرشيد. بتقرأ كلبل. مدحر لعدنا أبو الرشيد، لما دحرنا إلى معايدة لعدنا أسمعهم. يبدو عندي الصوت فيه قليل من التشويش. نريدك تشارك باللغة التجرايت. أيوة، عيد عرفة مكة جدا إن شاء الله. هبوتا ونسؤتا وحيسوتا يا رب إن شاء الله. كم دعروتت قام طشو ديبا وإن شاء الله تعالى ربي يعني قدام دائما دي بخير وسعادة يا رب. دي بالأمبرانا والعدنا دي إريتريا جوا لهلا وبرا لهلا يا رب كلكم يا رب إن شاء الله رب خير لهبنا وقعدنا الأبزح وعدنا لبلاسنا إن شاء الله ودائما لقدام أحد قل سباق بو وقل تعاون بو. وإن شاء الله تعالى العيد لما تطلع لهلا حياتنا إن شاء الله من إننا يوم تحيس ورب إن شاء الله يعني إيماننا لأثبت وخير دي بردنا ليدو ورو كان رب مراد الهب دي بالله الدنيا إن شاء الله. آمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. آمين آمين. جزاك الله خير. شكرا لكم شيخنا أبو الرشيد، وكل عام وأنتم بخير. الله يجزيك. نواصل. نريد ضيفا أيضا من الداخل. افتحوا لنا، أعطونا من الشباب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا موسى. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ موسى. استريح. الإعلامي الكبير موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة. حياك الله فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف، يا مرحبا. حياكم الله مولانا، أهلا وسهلا ومرحبا. نحن الآن نتصل بكم من قلب قناة سلام
والشعب الإريتري يستمع إليكم، فالكلمة لكم فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف، العالم الكبير المعروف على في العالم الإسلامي والدعوي. الكلمة لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأحبة وأخواتي الفاضلات في أرض إريتريا مسلمة طيبة الشقيقة، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وسعة رزق وكرامة. آمين. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبات ونحن في خير حال، الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينه ردا جميلا. آمين. أقول لإخواننا في إريتريا تفاءلوا خيرا، فإن العسر لا يدوم، بل كما وعدنا ربنا جل جلاله: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأقول لكل مهموم ومغموم: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تلهيك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. هذا الخير الذي كان في رمضان أرجو من إخواني وأخواتي، وهذه وصية لنفسي ولهم، بأن يواظبوا عليه وأن يحرصوا على فعل الطاعات. وعما قريب إن شاء الله سيرجع رمضان إن مد الله في أعمالنا ونسأ في آثارنا، فيجدنا إن شاء الله على استقامة وطاعة وخير. وأوصيكم أيضا بالاستماع إلى هذه القناة المفيدة الطيبة المباركة، قناة السلام، فإن فيها خيرا كثيرا وفيها هدى ورحمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم وأطال أعماركم في طاعته وكثر أموالكم وأولادكم. آمين. وبارك لكم فيما آتاكم وصرف عنكم شر كل ذي شر. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف، عميد أكاديمية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، كنت معنا على الهاتف. شكرا لك وقبل على جبينكم. سلام. نعم نعم. المداخلة هاتفيا. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ عرفي بنفسك أختي الكريمة. معكم زلفية موسى إسماعيل. أهلا وسهلا. من أين تتكلمين؟ أتكلم معكم من كازاخستان. ما شاء الله الله الله، من كازاخستان. سبحان الله. تفضلي تفضلي، عيد الشعب الإريتري خاصة والشعب الكازاخي والأمة الإسلامية. تسلم يا رب. كل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم بالصحة والعافية واليمن والبركات. إن شاء الله أمانيكم كلها محققة يا رب. الله يسلمك ويجزيك خير ويبارك. كيف حال الأستاذة نور؟ كويسة الحمد لله، بتسلم عليك. يا مرحبا. إذا هي بجنبك خليها أيضا تعيدنا وتعيد جميع الإخوة، ونريد تعيد باللغة الكازاخية للشعب الإريتري. السلام عليكم شيخ برهان، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نور يا مرحبا، نورتي قناتنا أنت وبنتك، يا مرحبا. الله يبارك فيكم، الله يسلمكم، إن شاء الله صحة والسلامة يا رب. آمين آمين. نريد تهنئة باللغة الكازاخية. أقول باللغة الكازاخية ممكن؟ إيه تفضلي. Aytlarınız kutlu bolsun. Yüreklerinizge her vaqtda baxıt, quvonch tolsun. Ne tilek sorasanızlar da Allah Taala'dan tileklerinizde Allah Taala kabul etsin. İnşallah. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله.
احنا ما فاهمين حاجة بس شاعرين بسعادة وأنس بأنها كلمات طيبة يعني من الشعب الكزخي يشاركنا هذه الفرحة، إنه لشيء عظيم. شكرا أستاذة زلفى، وشكرا لأستاذة نور، جزاكم الله خير. طبعا أستاذة زلفى دكتورة ما شاء الله، أشكركم جدا جدا على هذا الاتصال. بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب الآن معنا أستاذ موسى كبيره، أهلا وسهلا ومرحبا بك. ماذا تقول للشعب الإريتري ولمن تريد أن تهنئ؟ طبعا أول شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حابين نهني شيوخنا الكرام والشعب الإريتري على هذا العيد المبارك، ويديموا علينا بالصحة والعافية إن شاء الله، ويتقبل مننا الصيام والقيام وصالح الأعمال بإذن الله. طبعا كمان أصحابنا وأخواننا وشعبنا الجميل في السعودية ومصر، نحب نهنيكم أنتم كمان، ما نسيناكم لا تهتموا. طبعا بعد كل رمضان كل واحد يستنى العيد، خلاص 30 يوم متى تخلص على طول عشان يجي العيد، خلاص هذا هو جاء العيد. بإذن الله يتقبل مننا الصيام والقيام، وجزاكم الله تعالى. أنت مشارك في قناة سلام ببرنامج مهم جدا الحقيقة، أنت نجحت فيه. إيش شعورك وأنت تلقي هذا البرنامج وكيف وجدت له صدى؟ والله أنا أول ما بديت هذا البرنامج يعني حبيت إني أبدأ أول شيء كهواية. طبعا يوم بديت يعني توقعت إنه زي أي فيديو يوتيوب أو فيديو أي قناة عادي، يمكن إنه ينتشر ويمكن أن لا ينتشر. فأنا يوم بديت شفت إنه الناس قاعد تتابع وتستفيد من هذه السلسلة، لأنها سلسلة يعني أول شيء محفزة للناس عشان يتعلموا عن التاريخ ويتعلموا عن أرضنا وبلدنا الحبيبة إريتريا. طبعا أنا فرحان صراحة إني كنت وسيلة إنه الناس هذول يسمعوا عن إريتريا بسببي. ما شاء الله. وطبعا كل الناس اللي ساعدونا عشان نجهز هذه الحلقات كثر الله خيرهم وجزاهم الله خير. في الحقيقة احنا يعني معجبين جدا بالبرنامج الذي أنت يعني تلقيه، وهو التعريف بقيادات إريتريا، وفيك موهبة نسأل الله تعالى أن يبارك لك في هذه الموهبة وأنها تستمر إن شاء الله وتكون مذيعا فذا. شكرا حبيبنا موسى، وكل عام وأنتم بخير، وبارك الله في والدك وفي والدتك، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. وهذه عيدية قناة سلام، عيدية رمزية. أشكرك على هذه الزيارة. بارك الله. شكرا. مرحبا موسى، بارك الله فيك، أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا. الآن ننتقل للدكتور حسن سلمان، تهنئة باللغة التجرايد، فالميكروفون معه لحين يرد علينا الشيخ الدكتور يحيى الطائي من العراق. تفضل، كلمة لك بالتجرايد. طبعا عيد رمضان قلنا ان شاء الله دي بالعيد. طيب دقيقة يا شيخ حسن، معنا دكتور يحيى الطائي من علماء العراق، فصل الخط. طيب واصل. طيب نعود الى ابو عمار، عندهم مداخله بلغه التجرايت وعندهم مشاركه ايضا. لحظه معلش. السلام عليكم فضيله الشيخ. حياكم الله شيخنا الغالي. نحن الان عبر قناه سلام مباشر، الشعب الإريتري يستمع اليك، والكلمه لكم الدكتور يحيى الطائي احد رموز وعلماء العراق، فليتفضل مشكورا. جزاكم الله خيرا على إتاحة لي هذه الفرصة لتهنئة إخواني الشعب الإريتري بمناسبة عيد الفطر المبارك. أتقدم بأصدق التهاني القلبية وأزكى التبريكات لإخواني الشعب الإريتري الشقيق، سائلا الله تعالى عز وجل أن يعيده عليهم باليمن والبركة، وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار والسخاء والرخاء إن شاء الله.
آمين. في مرحلة تعيش الأمة حرجة من تاريخها، حيث تعصف رياح الفتن التي ترونها والتي تستلزم منا في هذه المرحلة الحرجة أن نتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهما المنهج الواقي من الانحراف في هذه المرحلة، ولزوم الجماعة والحرص عليها، والبعد عن مواطن الفتن التي تفرق جمع المسلمين، وكثرة الذكر الذي تطمئن به القلوب، حيث قال تعالى: ولا بذكر الله تطمئن القلوب، والتحلي بالصبر واليقين بأن النصر الله قادم. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وحسن الظن بالله تعالى بأن الله ناصر المؤمنين ناصر الموحدين، وأن وعد الله ماض إن شاء الله، والثقة بأن النصر قريب إن شاء الله للمتقين، والفرج قريب بإذنه تعالى. وأوصيهم أيضا بطلبة العلم الشرعي لمعرفة الحق من الباطل والثبات على الحق والطريق المستقيم. وكل عام وشعبنا الأريتري والأمة الإسلامية بخير وعزة ونصر وتمكين بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور يحيى الطائي من كبار علماء العراق، نشكركم على هذه المشاركة، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، شكرا لكم. حفظكم الله جميعا. بارك الله. آمين. نعم أحمد، تفضل الشيخ أحمد. الشيخ أحمد سعيد نور حسين حسن حقوز زهر الدين أحمد الدين علي معو من عد قراي من إريتريا، أهلا وسهلا. أحمد حوي مرحبا بك، نورت الشاشة، تفضل. أهلي معه وصلها إلى معه. تفضل أحمد حوي، السلام عليكم. الله الله على هذا الوجه الطيب، الله الله، يا رب يطل في عمره ويصلح عمله. طيب أعطونا ضيف من الداخل، بطلع ضيف من الداخل. علي تعال أنت، الكلمة لك، تعال اوقف هنا، اوقف هنا، قدم نفسك للمشاهدين، عرف نفسك، من أنت؟ أنا علي من السودان. أيوة، السودان. مين أنت؟ إريتري. السودان من وين يا أخي؟ أيوة، لكن عشت في السودان كثير. أيوة. عايز أوجه رسالة أهلي. خاصة أبوي. أيوة. الزول ده اللي معانا أبوي. والمسلمين. أيوة. عيد سعيد. رمضان فات بسرعة مع الأسف، كنا نتمنى يضل أكثر يا رب. يا سلام. شكرا شكرا. بس نبغى نشوده. نشوده صح. نشوده ضروري يا علي. هات الميكروفون يا عبد العزيز، معلش. افتحوا هناك، يجي هناك. ايش عندك علي؟ عندك روح وقف هناك. لا ما شاء الله. حتلقطك الكاميرا. ايوه، خليك جنبه وجنب عبد العزيز من الجهه دي. ايوه، قول حاجه يعني. نعم. ادينا كده حاجه حلوه كده بمناسبه العيد. خلاص ما محلك بس. شكرا يا عبد السلام. يلا بسرعه الانشوده. أروي لكم عن قصة للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما، رص الصفوف كما الصلاة تصفهم، وكأنهم بنيان سد أحكيما. وتجول المختار بين صفوفهم، فإذا بشخص بينهم متقدما، قد غير الصف القويم خروجه. الله. نظر الرسول إليه ثم تبسم. الله، يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. معنا دكتور بيان صالح بيان. شكرا يا علي، شكرا. أحد علماء إريتريا، يا مرحبا، حياك الله يا دكتور بيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور بيان، كل عام وأنتم بخير، هل تسمعني؟ أوه ما شاء الله، دكتور بيان منور. الله الله على هذه الابتسامة، اللهم أدم علينا هذه البسمة الجميلة من شيخنا وحبيبنا الدكتور بيان صالح بيان. قبل على جبينكم. الله أكبر. قبلتين على جبينه. الله أكبر. يا مرحبا يا مرحبا. تفضل تفضل شيخ بيان. حياكم الله يا دكتور. الله يحييكم ويبارك فيكم. اهلا وسهلا. يا مرحبا. اتفضل، الشعب الإريتري يستمع إليك عبر قناة سلام، وأيضا الأمة الإسلامية تستمع إليك، فالكلمة لك، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اليوم المجيد واليوم الأغر نبارك بمناسبة عيد المبارك للأم أجمعين وبخاصة الآلهة والإخوة الذين معنا خير المسلمين نبارك لهم، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد وأن يعيده على الأمة عوام عديدة بالتمكين والنصر والظفر. الله سبحانه وتعالى أيضا يمن علينا بكل خير يعني السلام والأمن والطمأنينة. أسأل الله سبحانه وتعالى القبول أن قبل صيامنا بالعبادة وقيامنا في شهر رمضان. آمين آمين. الشيخ بيان، عايزين منك كده مداخلة، كيف كانت طفولتك في العيد؟ ما فيها جديد يعني. هي ماذا تتذكر في كرن؟ أنت كنت في كرن، فما هو أبرز موقف مر عليك أيام العيد مع والديك؟ والله أخي سؤال مفاجئ. ما كان أيام العيد لها طعم خاص يعني، خاصة في صغر الصغير ينتظر ذلك اليوم خاصة أنه سيلبس ملابس جديد وسيلبس أكرمك الله يعني جديدة وغير ذلك. ما شاء الله. يسعد بهذا الأمر يعني. طبعا السعادة كذلك أنه له يرى أخذ العيديات، سواء كانت عيديات مالية أو كانت عيديات تتمثل في الحلويات اللي يسمونها كله وبيع هناك. فهذه كانت غنائم عبأ فيها أكياس يعني جميل شكرا. الشربات الأزرق الأحمر شكرا. تجد في بعض البيوت ما بعد وكان يعني مناسبة جميلة صغير خاصة طبعا الأشياء الصغيرة هذه تصعده يعني الملاعب والأولاد والمطافات كانت يعني منتهى السعادة لما يجي في قراءة وفي مطارق وكذا. هذه أشياء التي لا تنسى دائما يعني يجدها كلما جاء العيد يستذكر يعني طفولته كيف كان ذلك فرح وسرور وانتظار وفرح يعني ممكن لا هو يفكر في الوقت. الله يجزيك خير دكتور بيان، شكرا لك على هذه التهنئة للشعب الإريتري وللأمة الإسلامية. كنت معنا عبر الهاتف. بارك الله. جزاك الله خير والله. طيب مشاهدي الأكارم، كنا نتمنى أن يشارك معنا دكتور عبد الحميد زرقوم، إلى أنه وصله خبر وفاة أم العز زوجة الدكتور عبد السلام زرقوم أيضا من قناة سلام. في هذا اليوم نتقدم بأحر التعازي لأسرة زرقوم على وفاة أم العز رحمها الله. نسأل الله تعالى أن يتقبلها وأن يغفر لها. ووفاتها أيضا جاء بعد شهر رمضان، ولعلها إن شاء الله خاتمة خير، أنها ولدت من ذنوبها كيوم ولدتها أمها. اللهم اغفر لها وارحمها وألحقها بالفردوس الأعلى وثبتها يا رب العالمين. حياكم الله. نستقبل أيضا اتصال الدكتورة أميرة عبر الهاتف أيضا. مرحبا بك دكتورة، تفضلي، الكلمة لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا يعني نتقدم بوافر الشكر والتقدير لهذه المؤسسة العريقة وهذه المؤسسة المباركة وهذه المبادرة الطيبة، ووافر الشكر والتقدير لكل الأخوة في قناة السلام على هذه المبادرة البرامج المعايدة. وبهذه المناسبة المباركة أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا
وعلى جميع شعبنا الإريتري في الداخل وفي الخارج وفي المنجر في كافة بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات والأمن والأمان والسلام. وهذه الفرصة حقيقة أتقدم برسالة لكل يعني أن يكون هذا العيد عيد فرصة للتسامح وللترابط وللتعاون وللتكافل، وأن يكون هذه المناسبة السعيدة أن تجمع شملنا جميعا إن شاء الله، وأن نتعاون جميعنا في خدمة مجتمعنا، وإن شاء الله يعني ربي يعيد علينا ويجمعنا مع أهلنا وأحبابنا في الداخل وفي الخارج. وفي الختام يعني شكري وتقديري لشيخنا الفاضل الشيخ برهان ولكل الإخوة والقائمين على هذه المؤسسة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات والصالح الأعمال، وأن يجعله في ميزان حسناتكم وينفع بكم الأمة الإسلامية. وتحياتي وتبريكاتي وجزاكم الله خير وشكرا، بارك الله. آمين آمين. شكرا للدكتورة أميرة على هذه المداخلة، الله يجزي خير. طبعا المرأة الإريترية مساهمة في تربية الأجيال وفي تربية المناضلين وموجهة، وهي اليوم الدكتورة أميرة تمثل المرأة الإريترية الراقية العظيمة. شكرا لك وترفع لك القبعة احتراما وتقديرا. نواصل برنامجنا الآن مع الشيخ إسماعيل عمار في مداخلة بالتقرايد، فليتفضل مشكورا. المشاركة أحببت أن يعني أشارك فيها في هذا اللقاء، وهي عن يعني ذكريات الطفولة أو حدث من أحداث حقيقة الطفولة. وطبعا العيد يعني طفولتنا بحكم طبعا الشتات مجزأة. الحين هي باللغة العربية ولا بالتقرايد؟ لا هي بالعربي. التقرايد نريد بالتقرايد يا جماعة الخير. لا خلينا أجيب القصة دي أول وبعد ذاك إن شاء الله نقولها. طيب لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور نواف تكروري، حياكم الله، رئيس هيئة علماء فلسطين. أنتم على الهواء مباشرة ويستمع إليكم الشعب الإريتري من جميع أنحاء العالم. الكلمة لكم شيخ نواف. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تحية والتبريك بالعيد لأهلنا في أريتريا وللشعب الأريتري الأصيل. تقبل الله منكم، عاده الله علينا وعليكم بالفرج إن شاء الله وعلى أمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم، فأنتم شعب أصيل إن شاء الله. ربنا يمن عليكم بالخير والرضوان والرضا إن شاء الله. تقبل الله الطاعات، تقبل الله الطاعات إن شاء الله. يجعل عيد بركة وخير. وأهلكم في فلسطين، يا أهلنا في أريتريا، ينتظروا دعاءكم وينتظروا منكم أن تستحضروهم دائما في عباداتكم وفي طاعاتكم. فهذه الأمة أمة واحدة، وأنتم أهل أريتريا أنتم الحبشة، أهل الفضل على وحماية المسلمين في بداية العهد وفي مع النشأة، ولذلك دوركم كبير إن شاء الله في دعائكم وعطائكم وتذكركم لأهلكم في أريتريا ولأهلكم في فلسطين ولأهلكم في السودان وللمسلمين في أرجاء الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يجعله عيد خير إن شاء الله. نسأل الله أن يجمع شمل هذه الأمة وأن يبارك فيها. نسأل الله أن يحميكم من كل سوء. الله يجزيكم عنا كل خير. وشكري الخاص لفضيلة الشيخ برهان الذي أتاح لي أن أخاطب بكلمة المعايدة أهلنا في أريتريا وأهل أريتريا حيث كانوا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الفرصة الطيبة. آمين آمين. جزاكم الله خير. الشيخ نواف تكروري، رئيس هيئة علماء فلسطين، شكرا لكم، كنتم معنا عبر الهاتف. الله يجزيكم خير. السلام عليكم. طيب نواصل الحديث مع شيخنا أحمد. الشيخ أحمد على التليفون، تفضل. شيخ أحمد سعيد تفضل، كلمة لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور وأنوار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تفضل. كل عام وأنتم بخير. ينعاد علينا واحنا بالصحة والعافية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين آمين. في الحقيقة بداية نشكر السلام على ما تقدموه
كل نصائح إسلامية. جزاكم الله خير عنا. وكل من شارك موصول الشكر له. امين امين احمد اخوي. اوصي نفسي واياكم بمواصلة تقوى الله. بئس الناس يعبدون في رمضان ويتركون باقي الشهور. وكلنا اجتهدنا في شهر رمضان. نسأل الله أن يتقبلنا هذا ففرحتنا في العيد إذا كانت فرحة هي بالاستمرار بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالتقوى هي أساس. يقول الله سبحانه وتعالى له رجاء ويرزقه من حيث لا. واعبد والله واعبد ربك اليقين. فأوصي نفسي وإياكم شيوخنا لا يخفى عن شيء أن نستمر حتى يأتينا اليقين ونفرح في هذا العيد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل قوم عيد وعيدنا هذا هو عيدنا. ما شاء الله. قل بفضل الله وبرحمته ليفرحوا بذلك وخير ما يجمعون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. طيب احمد حوي، احنا نبغاك تتهنى ايضا الشعب الاريتري باللغه التجرينيا. ما شاء الله عليك، انت تدعو الى الله باللغه التجرينيا والامحريه والانجليزيه والعربيه. نتابع معك في الفيسبوك، رفع الله قدرك ونفع الله بك الامه الاسلاميه. فنريد باللغه التجرينيا بالله رساله سدد. الرايت مرحبا رحوس سلام لنا. كل عام وانتم بخير. عاد حدي رب العالمين لنا نتحفظ محواتي. عيدكم مبارك. رب العالمين سبحانه وتعالى ما أمرنا نعبد الله أن أمرنا أن قال النبي عليه السلام كم تزولون نبينا لكل قوم عيد وهذا هنا كل حزب عيد له. الزفاع عيدنا عليه الصلاة والسلام نبحق ندرامي نتحقق عيد الإسلام عيد الفطر وعيد الحج. ولو أجيكم عبادا عن ربي فرح ربي خسرنا ومن يتق الله يجعل وهو من حيث لا يحتسب. شكرا نسأل الله اللهم اعزام المؤمنين وازر امين 90 قبلة على راسك يا شيخ احمد حوي. برحمتك يا ارحم. امين. عليكم السلام. كانت 90 قبلة أبرسخ أحمد حوي 90 قبلة بإلكا 90 قبلة بإلكا خلايا ما أنا إلكا أحمد حوي نويح عمرخون عافيان طعنان رزق يهبك أحمد حوي. يعني دوبة لنا أي تسعان أحمد حوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب معنا المهندس عبد الرحمن برهان سعيد نور حسين حسن حجوز، الكلمة لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. تفضل شيخ عبد الرحمن. ألف مبروك هذا العيد المبارك لكم. أسأل الله تعالى أن يجعلها عيد مبارك وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم. تسمعوني؟ نعم نسمعك بكل عناية واهتمام، صامتين خاشعين لكلماتك. المفترض نحن نعيدكم من أمام الشاشة، ولكن بسبب الظروف الصحية نعيدكم من خلف الشاشة، لكن معكم قلبا
وإن شاء الله قاربا. ألف سلامة طهور، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله عليك بالزنجبيل والعسل. السلام على هذه المبادرة الرائعة. الله يجزيك خير. التي كانت دائما شبكة سلام تجمع الإريتريين في كافة أنحاء العالم في هذه المناسبات المباركة، والله يجعل عيدنا القادم في إريتريا. الله يجزيك خير. شكرا شكرا عبد الرحمن، شكرا لك. نعم، معنا الدكتور محمد خير، عضو مجلس الشورى من رابطة علماء إريتريا، على الهواء مباشرة من السودان، فالكلمة له. نعاود الاتصال. مرحبا بكم الإخوة الكرام. طيب تفضل، أدونا لحين يشبك الاتصال، أعطونا ضيف من الداخل. تفضل، أرسل لنا واحد. شيخنا أبو عمار، أنت قطعتك، نسيتك. قطعته أنت. عليكم السلام ورحمة السلام. هلا نسيتك والله. يلا عودني. نعم، حياك الله عبد السلام. عيد مبارك حبيبي. تفضل يا عبد السلام. شباب قاعدين. طيب مداخلة من أحد المتابعين. لحظة يا عبد السلام، تفضل. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ معك نسيبة موسى من كازاخستان من مدينة شمكنت. أهلا أهلا أستاذة نسيبة، يا مرحبا. تفضلي تفضلي. كل عام وأنتم بخير وبالصحة وبعافية وفي بركة وفي نعمة يا رب العالمين. آمين. وهنيئكم بحلول عيد الفطر المبارك. أتمنى لكم حياة سعيدة مبسوطة، وهنئ الشعب الأريتري الطيب. وتهنئة خاصة للشيخ برهان، السيد الشيخ برهان. الله يجزيك خير، الله يجزيك خير نسيبة، شكرا. وتهنئة الإخوة الكرام، الأخ عمار والأخ عبد الرحمن والأخ أنس، تهنئة خاصة لهم. وتهنئة كمان لبابا منصور زينو. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا شكرا لك أستاذة نسيبة. يا مرحبا. الشيخ محمد، تهنئة خاصة لكم. ما شاء الله. وصلت. جزاكم الله خير. الآن معنا من داخل الاستديو عبد السلام. تفضل، عرف بنفسك ثم هن الشعب الإريتري. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حاب أهنيكم بالعيد المبارك، وكل عام وأنتم بخير، وعاده الله علينا وعليكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعاد علينا رمضان في أعوام عديدة وأزمنة مديدة. عبد السلام ناصر محمود عبد الوهاب، حياك الله. الله يبارك. أنا وياك إن شاء الله نروح الحلاق نحلق شعرنا سويا. أعطينا طيب فائدة، أنشودة أو شيء. أعطيكم نصيحة. يلا. نحب ننصحكم عن صلاة الفجر، هي أهم شيء في اليوم. إنه الشخص إذا صلى صلاة الفجر ربي بيبارك له في يومه وبيحفظه، فحاولوا ما تقطعوا صلاة الفجر. الله. تلتزموا فيها. الله. وإحنا نحاول كمان. الله على هذه وإحنا نحاول. هذه معناته إنك صادق في كلمتك. نعم. طالع من القلب. حسبك جاي تستهبل يا مستهبل. شكرا الأستاذ عبد السلام، شكرا لك، وهذه عيديتك، كل عام وانتم بخير. من معانا؟ طيب دخل ضيف ولا؟ دخل ضيف على طول باستمرار. ضيف يخرج حيتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور عبد الله الزنداني، رئيس جمعية النهضة اليمنية، يتحدث معنا ليهنئنا أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب اليمني، فالكلمة للدكتور عبد الله بن عبد المجيد الزنداني. أهلا وسهلا بكم، تفضل. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الشعب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، استمع لك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحييكم قناة سلام، وعلى رأسكم الشيخ برهان حفظه الله وإخوانه، وأحب من خلالكم أن أحيي شعوب الأمة الإسلامية عامة، وشعب أريتريا والشعب اليمني خاصة، بهذه المناسبة العظيمة
وأبارك لها بهذا العيد الذي جاء بعد شهر رمضان، شهر الانتصارات وشهر الرحمة وشهر الغفران وشهر العتق من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالأمن والأمان. آمين. طبعا بالنسبة لأريتريا واليمن بينهم قواسم مشتركة كثيرا، ولكن من أهم تلك القواسم التي نعتز بها أن الهجرة الأولى للمسلمين كانت إلى الحبشة التي أريتريا جزء منها، والهجرة الثانية كانت إلى الأوس والخزرج، تلك القبيلتان اليمنيتان التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. والحقيقة أن الذي يجمع بين الأمة الإسلامية وليس أريتريا واليمن فقط، بل بين جميع دول الأمة الإسلامية، هي هذه المناسبات العظيمة التي ارتبطت بالعقيدة وبالقيم الراسخة والمصير المشترك. ومن أهم هذه المناسبات هي شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى وعيد الفطر الذي نحن فيه. الحقيقة هذه ليست أفراح عابرة، وإنما هي دليل على تلاحم الأمة وعلى وحدتها، فهم يعني يصومون شهرا واحدا ويحجون في يوم واحد وأعيادهم في أوقات واحدة، فهي تجمعهم، وهي محطات إيمانية تتجدد فيها معاني الأخوة الصادقة للمسلمين جميعا. جميل. وفي ظل ما نراه من أحداث وتحديات عظام اليوم، هذه رسالتي لإخواننا في أريتريا واليمن والأمة الإسلامية بأكملها. جميل. ما هو الذي نحتاجه اليوم في ظل هذه التحديات؟ نحن نحتاج إلى الإيمان الصادق والتوكل على الله والأخذ بالأسباب ووحدة الصف. يا سلام. وحدة صف المسلمين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويقول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعلينا جميعا أن نتعاون على لم الشمل ووحدة المسلمين والدعوة إلى الإصلاح، وتعاونوا على البر والتقوى. فالأمم لا تبنى بالصراع وإنما تبنى بالتعاون، ولا تنهض بالفرقة وإنما بالاجتماع. رسالتي لإخواني جميعا أن يتمسكوا بالإيمان، وأن يحسنوا التوكل على الله، وأن يأخذوا بالأسباب، وأن يكونوا دعاة إصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا، بلاد المسلمين جميعا، وعلى رأسها المسجد الأقصى. آمين. وأن يفك المسجد الأقصى من أسره، وأن يعيده إلينا سالما غانما بإذن الله. آمين. نسأل الله أن يوحد كلمة المسلمين. آمين. وأن يجمع كلمة حكامها على الحق والدين. آمين. لابد أن نتذكر دائما أن وحدة المسلمين ليس خيارا ترفيا، بل فريضة يا إخوان. وحدة المسلمين فريضة، وأن اجتماعهم ليس شعار بل طريق نجاة ونهوض. فاليوم دول العالم تحاول أن تجتمع في بينها وهي الدول الكبرى، فما بالنا ونحن متفرقون؟ ماذا نستطيع أن نعمل في ظل هذه التجمعات الكبرى؟ لا بد أن نجتمع، لا بد أن نتوحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا اجتماع كلمة الأمة. آمين. واجتماع قادتها على الحق. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعيد أحيي قناة سلام وعلى رأسها شيخنا الحبيب حفظه الله ورعاه. بارك الله فيك الدكتور عبد الله بن عبد المجيد الزنداني، رحم الله والدك الذي رباك، وأشكرك على هذه الكلمة الطيبة صالة عن نفسك ونيابة عن الشعب اليمني، وكل عام وأنتم بخير. معنا الاتصال الأستاذ محمد أبو مصطفى من سويسرا. أهلا وسهلا ومرحبا. يا هلا يا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا هلا يا شيخ برهان، تفضل. الله يسمعوا خاله. أبشر. أمولو علم يسمعوا خاله. تفضل. الحمد لله. أول شيء نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا رمضان، وثم
أنهينا رمضان وأدركنا العيد، وهذا ما كان يتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبلغه رمضان. فالحمد لله زخل من فضل ربي سلزخنه كما بلغنا هذا كله. ندعوه أيضا أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وسائر الأعمال الصالحة إن شاء الله. فبالمناسبة أهنئ وأبارك على جميع الشعب الإريتري بمناسبة هذا اليوم الفضيل وهذا اليوم العظيم عظيم دخوني بزي كما بلغنا. نحمده سبحانه وتعالى، وهو أيضا من العبادة كما نصلي ونصوم ونحج وسائر الأعمال العبادات، أيضا هذا شرع لنا الله سبحانه وتعالى أن نعبده بهذا، بالعيد، بالفرح، بالسرور. فالحمد لله على هذا، وكل عام وأنتم بخير. وكما بلغنا نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونداوم على طاعته. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. فنحن علينا أن نعبده ونواصل العبادة قدر ما نستطيع إن شاء الله. شكرا حبيبنا وأخونا الكبير أبو مصطفى محمد محمود عبد الوهاب من كبار طلبة شيخنا الشيخ إبراهيم سراج رحمه الله. أشكرك على هذا الاتصال من سويسرا، وكل عام وأنتم بخير. الآن ننتقل إلى الضيف من الداخل الأستاذ ريان، تفضل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أحب أعيد الشعب الإريتري كله من الصغير إلى الكبير، وأحب أعيد أهلي. خليك معنا بالله. الدكتور محمد خير من السودان، الكلمة لك، تفضل. واصل، الشبكة غير جيدة. أحب أعيد أهلي، الوالد الغالي والوالدة الغالية، وأحب أعيد أخواني كلهم، عمار عبد الهادي وعبد الله. أحب أعيد أخواتي الصغار أريج ورهف. أحب أعيد عماتي في مصر، عمتي فاطمة وعمتي سعاد. وأحب أعيد خالاتي خالتي في أمريكا، خالتي زبيبة، وخالتي رقية في ألمانيا، وخالي سعيد في أمريكا، وخالي عبد الرزاق من النرويج. أحب أعيد كلهم، وأحب أعيد على قناة سلام، أقول لهم كل عام وأنتم بخير. وجدتي زمزم نصراي، الله يطول في عمرها، والله جدتي نورية الله يطول في عمرها كمان. الله. أحب أعيد كلهم، أقول لهم كل عام وأنتم بخير. الله يجزيك خير. توفى الله. شكرا أستاذ ريان. وهذه عيدية قناة سلام، نشكرك على. خلي ضيف آخر يدخل على طول بعدك، الباب اللي بداخل يدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ إسماعيل جريتلي من ليبيا، المدرب الأديب الأريب. أهلا وسهلا على الهواء مباشرة. يسمعك الشعب الإريتري من كل أنحاء العالم، بل تسمعك الأمة الإسلامية عبر شبكة قناة سلام الفضائية. الكلمة لك أصالة عن نفسكم ونيابة عن الشعب الليبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أهلنا في إريتريا حيثما كانوا وأينما كانوا، أبلغكم تحيات الشعب الليبي ومحبته واحترامه وارتباطه بكم منذ أن جمعنا الإسلام. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم وعلى أهلنا في ليبيا وفي الأمة الإسلامية بالخير والبركة واليمن والإيمان. آمين. ما شاء الله. كل عام وأنتم بخير. آمين. الشيخ إسماعيل جريتلي، أنت يعني أول من ساهمت في بناء قناة سلام الفضائية، ويعني حقيقة تشرفنا بالتتلمذ على يديك في الخطط الاستراتيجية. اليوم أصبحت قناة سلام يتابعها الشعب الإريتري من أنحاء العالم، فأصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب الإريتري أتقدم إليك بالشكر الجزيل، وأريد منك كلمة لهذه القناة.
أولا ما نفعله نحن هو واجب تجاه إخواننا المسلمين أينما كانوا، فنحن أمة واحدة لا تفرقنا حدود ولا لغات ولا أعراق. أنا ما فعلته هو واجب أقدمه بجهد المقل لأهلنا في إريتريا. وبالنسبة لقناة سلام هي من جهد عظيم بدأتموه أنتم، أنا ما كنت إلا يعني مساهم بسيط، ولكن رؤيتكم كانت عظيمة جامعة مانعة لصالح هذه الأمة أولا في إريتريا ثم للمسلمين في العالم كله. أنا يعني ما أتمناه لكم على الدوام، وأنا أتابعكم بشكل مستمر وسعيد جدا بالتطور الذي تحققونه. هذه قناة ليست قناة إريتريا فقط، إنما هي قناة كل مسلم على وجه هذه المعمورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يديم هذا العطاء العظيم في الحقيقة الذي تحتاجه الأمة في هذه الفترة. بارك الله فيك أستاذ إسماعيل قريتي. طبعا أنت تحدثنا الآن من ليبيا، من مصراتة، من طرابلس عروس البحر، من طرابلس. ما شاء الله ما شاء الله، نشكرك على هذا الاتصال وعلى هذا الاهتمام. كذلك الشكر موصول لك أيضا، وعداد حسنات يعمل لك، لأن هذه القناة الحمد لله تستمر ولا تنساها من دعاك الصالح. وإذا سنحت الفرصة زيارة تركيا فنتشرف حقيقة باستقبالك وإكرامك الأستاذ إسماعيل قريتلي. شكرا جزيلا، والشرف دائما يحصل لنا بالتواصل معكم شيخ برهان. بارك الله فيكم. الله يجزيك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأستاذة خديجة بنت برهان. يا مرحبا بك أستاذة خديجة، الكلمة لك، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا كان بالمناسبة الأستاذة خديجة مدربة متألقة ماهرة نافعة، نفع الله بها نفعا كبيرا. أنصحكم بمتابعة حساباتها ودروسها. الحقيقة ما شاء الله يعني لها دروس ودورات تذكر فتشكر. الكلمة لك يا أستاذة خديجة، لابد أن نقول كلمة الحق في دروسك الطيبة، نفع الله بك أينما كنت. بارك الله فيكم، تقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يستعملنا دائما ولا يستبدلنا. آمين. ماذا نقول؟ إيش نقول في يوم العيد؟ الحمد لله رب العالمين اللي بلغنا يوم العيد السعيد هذا، ونشارك الجميع فرحتنا فيه بإتمام الصيام والقيام واستئناف الحياة بعد العيد أيضا لما كنا عليه. فالحمد لله دائما وأبدا. وحقيقة أنا أخص الشكر لقناة السلام الفضائية والعاملين فيها، سواء في الكواليس سواء في الإدارة سواء مقدمي البرامج، لما تبثه من مواضيع. حقيقة نحن نتابع هذا الشيء. الله يجزيك خير، ويسعدنا ان احنا نتابع دروسك. تفضلي واصلي. بارك الله فيكم. ويسعدنا جدا ان احنا نشارك هذه العلم الذي تطرحونه من خلال قناة فضاء السلام الفضائية. وحقيقة الجهد جدا واضح والتطور جدا كبير وعظيم جدا، ونطمح بإذن الله تعالى أن تصل إلى أكبر من مساحة إريتريا إلى العالم كله، حتى نزداد معرفة وعلما وثقافة لما تطرحونه. ويعني كل عام وأنتم بخير، عائلة سلام الفضائية التي بدأنا معكم فيها وما زلنا فيها. وشكرا للفرصة التي منحتموها لنا للمشاركة معكم ليكون لنا سهم في الخير فيما تطرحونه. وبارك الله فيكم وفي جهودكم وفي أعمالكم وفي أعماركم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما كلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ونهنئ أهلنا أيضا في إريتريا وفي المهجر بعيد الفطر السعيد، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على ما يحب ويرضى دائما وأبدا. شكرا لك أستاذة خديجة برهان على هذه المداخلة وعلى هذه التأنية للشعب الإريتري. والحمد لله بكم وبالصالحات أمثالكن إن شاء الله نتطور إلى الأمام. والآن معنا الضيف حبيبي، عرف نفسك. أهلا وسهلا بك. اسمي محمد كبيرة من إريتريا، وكنت أقول لكم إنه يعني
عيد مبارك للإريتريين والمسلمين أجمعين. والله يهنيكم يعني إنه قدرتوا تصومون رمضان كله، يعني الإفطار وكل شيء. دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الشيخ عصام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أتصل بكم الشيخ عصام البشير، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس أمناء الأقصى عبر شبكة قناة سلام. يسمعكم الشعب الإريتري. دقيقة واحدة نستمع إلى تهنئتكم المباركة شيخنا وتاج راسنا العلامة عصام البشير. كلمة لكم. حياكم الله وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير، إخوتنا وأحبابنا وجيراننا وأشقاءنا، أشقاء الروح وأشقاء الجوار وأشقاء الإسلام، الإخوة الشعب الأريتري الشقيق. أهنئكم بمقدم عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله الطاعات وجعلنا وإياكم من المقبولين، وأتم الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. أعاده عليكم وأنتم في صحة وعافية وسلامة وصدق واستقرار وأمن وأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليكم من بركاته ورحماته وفيوضاته وتجلياته، وأن يحقق أمانيكم ورجاءاتكم الخيرة في بلد آمن مطمئن مستقر، في ظل حرية وكرامة وعزة وعدل ورعاية حقوق وحسن صلة بالله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدكم من شتاتكم إلى وطنكم تامين ولامين، تحققون كل هذه الرجاءات المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم امتدادا لأمة الإسلام، أمة مباركة منيعة حصينة قائمة على البر والتقوى وعلى الخير والإحسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا ورضي عنكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين شيخنا والدنا سماحة الوالد عصام البشير. جزاكم الله خير على هذه المشاركة، ونهنئ أيضا شعبنا السوداني. شكرا لكم أيضا شيخنا. حياكم الله، يا مرحبا. واصل حبيبي. نعم. كنت كمان بقول نصيحة أو نشيد. لا هو ضع الميكروفون في فمك. هني ناسك انت. يلا. نصيحة إنه الناس يكثرون الصدقة. أيوة. ويكثرون التوبة يعني. أيوة. في العيد، عشان يمكن لو سووا شيء ماكو في حياتهم يمكن يعني الله يتوب عليهم يعني. تحب تهنئ من هذا المنبر؟ كل المسلمين في العالم إن شاء الله. ومن عائلتك؟ من أمي وأبويا، أختي، خالتي، عمتي. ما شاء الله. هل عندك أنشودة؟ هل عندك طيب ما عندك أنشودة؟ هذه خسارة. عنده تلاوة ما شاء الله. تلاوة؟ يلا. عنده اتلو لنا، اتلو شيء. اتلو مثلا إذا جاء. يلا عشان بس ما نختصر الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. شكرا حبيبي محمد. أعطونا ضيف آخر. هل في أحد في الاتصال؟ شكرا حبيبي محمد. أهلا وسهلا ابننا الصالح. أيوة أحد الشباب يجي. الكلمة الآن لشيخنا الشيخ أبو عمار. قطعنا حديثه هو اللي يسامحنا. نتقدم إليه. أهلا موفق. عليكم السلام حبيبي والله موفق. يا مرحبا. سلم على الشيخ. عليكم السلام. يلا استريح. شيخنا أنا أشوفك إدريس لهذا وجه. تفضل. يلا كلمة لك بس اختصر. تفضل عبد الوهاب. عليكم السلام. العيد. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ إدريس. وينك؟ أنت وجهك نور. اسمع كفل. دحين كفل. وين ده الفلسطيني؟ اجلس هناك حبيبي.
البركة طبعا العيد المشاهدون والحضور جميعا هو فرحة. لحظة خلينا وفي نشوف. نفس الوقت هو أيضا حقيقة تكافل يعني. وفي هذا الصدد أنا احنا شفت في سن الصغر أذكر قصة حدثت لي وأنا صغير طبعا في مدينة كرن وفي حي حشلة. الحقيقة ذاك العيد جانا وإحنا صغار يعني طبعا. أيوة. وقتها كنت أنا يعني حقيقة يتيم الوالد من ضحايا الاستعمار الإثيوبي رحمه الله إن شاء الله شهيد في 67. فكنا صغار يعني. وفي ذلك العيد جيراننا مش القناة الله مش شركة شيخ زعيم كدباي فراس رحمه الله. أيوة. كان يعني حقيقة العيد جاء وإحنا ما عندنا ملابس. في موبيل. كان العم حجي الله يا ربي يذكره بالخير ويرحمه ويغفر له العم حجي أم موسى مكتب الرابط كان عنده بنت واحدة وهي في أعمارنا يعني حفظها الله. موبيل اثنين كانت هي وذريتها. فالحقيقة ما لابسين وكأنه جاءه الخبر من ابنتي أنه إحنا ما لابسين أنا وأخوي وأختي يعني. الله. فسبحان الله طبعا فرحة ما تنسى يعني. إحنا يعني عادي قاعدين كده وما حد لبسنا فإذا به يأتي بالملابس العم حج الله يرحمه ويغفر له يأتي لنا بالملابس كاملة. فحدث ولا حرج عن الفرحة التي عمتنا والسرور الذي دخل علينا في ذلك العيد رحمة الله عليه. ومن هذا المنبر حقيقة أدعو له أنه الله عز وجل يلبسه من حلل الجنة وجميع موتانا وموتى المسلمين. وأنا أقول يعني أبارك لعيد لجميع الأهل أبارك لهم عيد مبروك أقول لهم أولاد جمن قبدي بمصر أم عيال والأولاد ودي بسعودية كمان أولادي دي بالرياض وأختي الكريمة وأخوي حسن في الرياض وجدة ونبارك لهم عيد مبروك لهم كمان حونا كلهم واولاد ابونا طاهر وكذلك بنتنا مروه وزوجها سليمان في السويد. يقول جميعا ان شاء الله كل عيد مبروك باللهم ان شاء الله ربي خير للعيد دوقنا وان شاء الله عيد خير وبركه لك باقينا. وشكرا لجميع مستمعينا العيد مبارك اينما كانوا جزاكم الله يجزي خير الشيخ اسماعيل عمار على هذه القصه. سبحان الله. وهذا حقيقه يستوجب علينا أن نتفقد أحوالنا وجيراننا وإخواننا وأقاربنا. لا يمكن أنا ألبس وعيالي وأخي وعياله لا يلبسون وجاري وعياله لا يلبسون أو لا يستمتعون. فلا بد علينا حقيقة أن نتفقد أحوال المسلمين في كل أنحاء العالم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. معنا موفق يعرف بنفسه ثم يعيدنا إن شاء الله. تفضل موفق. معكم موفق ناصر. أحب أعيد كل المشاهدين وكل المستمعين وأعيد أهلي وأقاربي في إريتريا وفي السعودية وفي اسطنبول وفي باقي البلاد. أعيد خاصة لعماتي عمتي حرية عمتي حياة عمتي زينب عمتي فاطمة لا وهن كل خالاتي كمان. ليش ما تعيد عمتك فاطمة؟ أيوة عمتي فاطمة. أيوة ليش قلت لا؟ لا خربط. طيب لا تنسى خالاتك وخالاتي أيضا. مين خالاتك؟ خالتي عزيزة وخالتي خيرية. أيوة. وخالتي سعدي في أمريكا وخالتي محفوظة في إريتريا وباقي كلهم أعيدهم وأعيد أهلي. يا سلام. طيب احنا نبغاك تعيد الشعب الإريتري باللغة التركية. Eritre'de tüm Eritreliler size iyi bayramlar diyorum ve iyi günler geçirmeyi diliyorum inşallah. ونبغاك تعيد أيضا الشعب التركي بالتركي. Türk gençler tümünüze iyi bayramlar diliyorum ve iyi günler geçirmenizi diliyorum inşallah. شكرا الأستاذ موفق بن ناصر بن محمود حياك الله على هذه الكلمة الطيبة المباركة. الآن ننتقل إلى الأستاذ عبد الوهاب الجنرال عبد الوهاب برهان سعيد نور حسين. هذه الكلمة له. تفضل عبد الوهاب. السلام عليكم. اسمي عبد الوهاب برهان من إريتريا. حبيت أعيد على كل إريتريين وعماتي زي عمتي منى عمتي حياة وعمة فاطمة كلهم أقول لهم من عندي كل عام وأنتم بخير
وخالاتك؟ وخالتي خالته عزيزة، خالته خيرية، خالته سعيدة، لكلهم كل عام وانتم بخير. وأخواتك؟ أخواتي بشاير، ملال، عبد الرحمن، عبد الملك، موفق، محمود، عبد السلام. أقول لكم كلكم كل عائشة، لا تنسى عائشة تعمل لنا مشاكل. حتى عائشة كل عام وانتم بخير. شكرا شكرا سعادة الجنرال عبد الوهاب برهان على هذه الكلمة. تقرأ قرآن؟ عندك مداخلة؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قرب الميكروفون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. سعادة الجنرال عبد الوهاب شكرا لك على هذه الكلمة. الآن ننتقل إلى البروفيسور عبد الملك. عرف نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الملك برهان، وأقول لي عماتي كل عام وأنتم بخير، عمتي منى، عمتي حياة، عمتك نجاة، عمتي نجاة، وكلهم إن شاء الله. أقول لكم كل عام وأنتم. وأخواتك؟ وأخواتي أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وخالاتي خالته خيرية وخالته خال عزيزة. أقول لكم كل عام وأنتم بخير. طيب عندك مشاركة مع البروفيسور عبد الملك؟ يعني إيش؟ أيوة. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ما شاء الله، الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا منهم، آمين. شكرا معالي البروفيسور عبد الملك على هذه التلاوة الطيبة، وشكرا للكابتن موفق، وشكرا للجنرال عبد الوهاب، وإليكم هذه عيدياتكم. تفضل شيخ عبد الملك. وتفضل معالي الجنرال عبد الوهاب. تفضل كابتن طيار موفق. شكرا لكم. من معنا بالاتصال؟ ونريد فريق آخر سريعا، البرنامج ينتهي. أحمد شريف تفضل. الأستاذ أحمد شريف، أهلا وسهلا. المذيع الأريب الأديب الأستاذ الكبير أحمد شريف يكون معنا، هذا شرف عظيم. الكلمة لكم أستاذ ومعالي المذيع الكبير أحمد شريف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحباب الكرام، أولا التحية والسلام العطر لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها،
وأخص بالتحية الحارة لفضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ الفاضل برهان سعيد والرفقة الميمونة في قناة سلام الإعلامية المباركة، فنيين وإداريين ومقدمي البرامج، وكذلك الجمهور العريض داخل الوطن وخارجه، متابعي قناة سلام باللغتين العربية والتنية. هذا اليوم المبارك يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، من أستراليا ومن مدينة ميلبورن وفيكتوريا، أنا أحمد شريف أحييكم تحية الإسلام الخالدة، متمنيا لكم أن تكونوا في أمن وأمان، وأن يعيده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. أقدر وأثمن جهد الإعلاميين في مثل هذه الأيام المباركات الذين يسهرون بالليل والنهار لتقديم برامج. وقبل قليل كنت أستمع إلى أحد الأطفال والأبناء وهو يقرأ من القرآن الكريم تحت رعاية وإشراف فضيلة الشيخ برهان سعيد، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم جميعا. كما أحيي وأتقدم بحر عبارات الأسى والأسف لما يواجهه ويعيشه المسلمون في شارق الأرض مغاربها، وخاصة في دول الخليج وفلسطين الحبيبة، وأينما وجد مسلمون يعيشون هذه الأيام أياما صعبة وأيام شدة. أسأل الله أن يديم على الجميع السلام والأمن ويبسط عليهم نعمة الأمن والاستقرار إن شاء الله، متمنيا أن يعيده الله علينا عاما بعد عام، ونحن كأمة الإسلام أكثر وحدة وتعاضدا وتعاونا فيما بيننا. كما أتمنى أن ينعم الوطن العزيز إريتريا ودول الجوار الشقيقة بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يمد الله في هذه القناة المباركة يمدها بقوة ومنعة لتقديم البرامج باللغتين العربية والتجرينية. كما أحيي الشيوخ الذين عطروا أسماعنا وقلوبنا بالبرامج الرمضانية الإيمانية، شيبا وشبابا وأخوات عزيزات. لا أطيل عليكم فربما هناك من ينتظر الصوت، وأشكر فضيلة الشيخ برهان على دعمه لنا دينيا وإعلاميا لنطل على المشاهد الكريم بما يفيدنا في الدنيا والآخرة. وبارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. محدثكم أحمد شريف من أستراليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن تذهب الأستاذ أحمد شريف، نريد أي منك أيضا تهنئة باللغة التجرينية، فأنت فصيح في اللغة العربية وفصيح أيضا ما شاء الله باللغة التجرينية، وأعرف أنك تجيد اللغة الإنجليزية إجادة فائقة، لكن نريد فعلا بما أتاك الله من فصاحة باللغة التجرينية أن تهنئ الشعب الإريتري خاصة وجميع الأمة الإسلامية. نعم، هذا مما يسرني فضيلة الشيخ. مباركس كبراتن تخاتاتلتي قناة سلام مربب سلام بشمي بشم كلهم تعذبتي نايزا شانال سلام زخونت مربب سلام بشم كلهم أبالات نايزا مربب سلام بتقرنيان بعربن اتفنو بشم كلهم تخاتاتلتن تكنيشاناتن مشايخن ليتن مسمعلتن كسرحو سلام انتاي سلام دين الإسلام دين سلام كم زخوني كان الرقاقت ليتن مسمعلتن نسرح بس قاطع مزيد ما بمناسبة عيد الفطر المبارك. بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير. النابلكم نملا حبرة سوق مسلم أملا كرنعة عالم إن ركب عامة سلام رهوان فتحن ديمقراطن إيمان كخاننا ناتمنقو بفل دما حبرة سوق مسلم أب ميدل إيست زلو أب فلسطين دما بفلاي أب كانوا كرنعة عالم بزي رسمي نايقينا تأويج زنلو بتم قبتي بتم سلام زيفتو
ሕብረተሰባት ዘይኮኑስ መራሕቲ ናይ ገሊአን ሃገራት እዚ ዞባና ሰላም ክዓስሎ እናተመነኹ ከምኡ ድማ ነቶም ኣብ ሃገራት ሙስሊም ኮይኖም ኣብ መላእ ኩርናዓት ዓለም ሰላም ከስፈኑ ዝሰርሑ ዘለዉ ካብ ቱርክያ ጀሚርካ ንኩሉ ኩርናዓት ዓለም ድማ የغንየልና እናበልኩ ብሽም ኩሎም ደለይቲ ሰላምን ፍትሕን ከምኡ ድማ ብፍላይ ኣብ መርበብ ሰላም ብቋንቋ ትግርኛን ብዓረብን ዝፍኖ መደባት ንምበራበሪ ህዝብና ንፍልጠት ከቐስኑ ከምኡ ድማ ኢማንን ምስ ሰላምን ምስ እስላምን ክኾኑ ንዱንያን ኣኽራን ዝጠቕሞም ለይትን ምስ መዓልትን ዝሰርሑ መሻይኽ ኣነ ብጣዕሚ ሓበን ይስማዓኒ ምስኦም ኮይነ በታ ንእሽተ ዓቕመይ ብቋንቋ ዓረብ برنامج مع اللغة العربية بزبل سومناوي كساب ليترومي 227 شتشتن قلس بس هذا اللغو إذا بفضل الله سبحانه وتعالى بعابيو دما بمتحوارن كمو دما الجوخة مبال بفضيلة الشيخ برهان سعيد سلسوهابني أنا بتعمي بشو كلهم تعذبتيك مسكونو فتو نتوم تكنيشانات دما ليتن اسمعالتن صرحو زلو بزقات أمزي نا عيد الفطر المبارك ونقع أبزب سحنا نابلكو أسعيب دما نحواتنا كريستيان بفلا يا بإرترا زركبو أبزمز زلو ورحي على تعسرت أربعتي حدا بعل نا هايمانوتهم كخبروا سلازخونو يوهانا قبل كافقدوا لي بحافشوقين نملأ مسلم حبرة سبع عالم إرتراويان كانوت بزقات أمزي ألف مبروك كل عام وأنتم بخير عامة سلام رهوان فتحن كمدما إيمانا إسلام سلام كخونا لنا تمنخو تسني لكم بمسمعكم كبران كبراتن قبل بزفتوكم غازتين قتامين حوكم أحمد شريف كاب أستراليا كتما ميلبون كاب فيكتوريا سلام بلكم يغني الليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد شريف المذيع الماهر الأديب الأريب، نتقدم إليك بالشكر الجزيل على هذه الكلمات الطيبة باللغتين العربية والتجرينية، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام نواصل. لا بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام نواصل الاتصال والترحيب. يا مرحبا بالحبيب، مرحبا اهلا حبيبي، اجلس. ادخل هنا كمان ضيف اخر. خلصوا؟ تمام؟ طيب. معنا الان مداخلة مع الاستاذ الدكتور محمد خير، الدكتور جلال الدين محمد صالح، عفوا. الدكتور جلال الدين محمد صالح، السلام عليكم. طيب لعل الصوت ما ظهر، يعود إلينا الآن. كلمة مسجلة للدكتور محمد خير، عضو مجلس رابطة علماء إريتريا، فلنستمع إلى كلمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا الفاضل برهان سعيد، كل عام وأنت بخير، وكل أهل تركيا بخير، وكل الأمة الإسلامية بخير، والمسلمين في الوطن الجريح بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا أعواما مديدة وأزمنة عديدة، ونحن نرفل في ثوب من الإيمان والصحة والعافية والأمن والأمان، وفي أرض إريتريا الخضراء في أسمار السمراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الدعاء ويقبل العبادات. كما نشكركم على الأيادي البيضاء التي قدمت للدعاة بالذات في السودان، في سواء كان كيس صائم أو ما تلاها بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ويكافئكم الله بما أنتم أهلا له، بما أنتم أهلا له. ونسأل الله التقدم لرابطتنا الفتية التي ما فتأت تقدم كل جديد، وحتى باتت منبرا للعلماء إريتريا، ومن خلالها استطاعوا أن يظهروا في فضائيات، في كتابات، وكانت هي أفضل مكان لتقديم هؤلاء العلماء على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم الإسلامي. الشيخ برهان والدكتور حسن سلمان والدكتور محمد صالح وكل المشايخ الذين يتحفون بكل جديد في الفضائيات وفي الكتابات والمشاركات في الفضائيات العالمية. كل هذا أولا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وثانيا بفضلكم وفضل هذه الرابطة التي كانت يعني منصة للانطلاق لهؤلاء
إلى العالمية وإلى الإقليمية، وأن نقول للناس نحن أيضا عندنا مفكرين وعندنا علماء، وأن إريتريا حاضرة في قلب الحدث في العالم الإسلامي، وإن كانت يراد لها أن تغيب أو بفعل فاعل، إلا أنها فاعلة كما كانت فاعلة في الهجرة، لا تزال هي فاعلة في قلب الحدث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى أرضنا وإلى وطننا، ويكشف هذه الغمة التي جثمت على صدور الشعب من أكثر من 30 سنة. نسأل الله تعالى أن ينصر الأمة الإسلامية على كل الأعداء من اليهود والنصارى والرافضة، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. مولانا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. محمد خير عمر التوقيع، محمد خير عمر السودان، ولاية القضارف، مدينة القضارف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتقدم بالشكر الجزيل على هذه الكلمة المسجلة للدكتور محمد خير من السودان ولاية القضارف. كلمة طيبة جدا استمع إليها الشعب الإريتري عبر قناة سلام. أكرر شكري وتقديري لهذا العالم الجليل وقبلة على جبينه حقيقة من كبار علماء المسلمين. الكنترول لو تكرمتم واصلوا الاتصال على سماحة الدكتور جلال الدين محمد صالح. معنا الأستاذة عفراء بنت الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال يا رب. آمين. ونهنئ الأمة الإسلامية أجمعين بحلول عيد الفطر المبارك، وكما رزقنا الله بفرحة الفطر نسأل الله أن يتقبل منا يا رب ويرزقنا فرحة عند لقائه يا رب العالمين. ونشكركم جزيل الشكر على ما قدمتموه في شهر رمضان المبارك. نفع الله بكم الأمة الإسلامية وجزاكم الله كل خير يا رب. آمين آمين. الأستاذ عفراء، ماذا تذكرين في طفولتك من في أيام العيد؟ الصوت غير واضح. أقول ماذا تذكرين من طفولتك أيام العيد وأنت طفلة؟ عندما كنت طفلة ماذا تذكرين؟ مرحبا مرحبا الأستاذ الدكتور إدريس لاهدة، أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ إدريس لاهدة عضو مجلس علماء إريتريا، يشرفنا هو وأبنائه الطيبين الطاهرين. يا مرحبا. معذرة أنا معي مكبرات لا أستطيع أن تفضل شيخ، تفضل تفضل تفضل. نعم، جلس والدك حبيبي. أيوه ما شاء الله. أستاذة عفراء واصلي التهنئة، وسنسلم عيديتك المباركة لفضيلة الشيخ حسن سلمان أول ما تصلين نعطيك إياها إن شاء الله. هذه عيديتك يا أستاذ عفراء. وثقة. تفضل. أستاذ عفراء رحتي؟ طيب فقدنا الاتصال، وهنأنا الأستاذة عفراء عبر التليفون وسلمنا تهنئتها للدكتور حسن سلمان. حياكم الله دكتور إدريس لهدة. يا مرحبا، حياكم الله. أعطيه المايك بس حتى بعدين سنعود إليك أستاذ باسل. نستمع إلى تهنئة الشيخ إدريس عبد لاهدة أحد علماء إريتريا القائمين على أعمال دعوية وإغاثية وتربوية بين الدول الثلاثة إريتريا وأثيوبيا وجيبوتي وكذلك اليمن. أعمال عظيمة تذكر فتشكر. الحقيقة زاد هذا المجلس نورا وبهاء بحضور فضيلة الشيخ المعروف حقيقة بأياديه البيضاء ودعمه السخي في هذه الدول الثلاثة، فهذا حقيقة شرف كبير لنا. الكلمة له، وهو يهنئ اليوم الشعب الإريتري خاصة والأمة الإسلامية عامة. فتفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أتقدم بالتهنئة لعلماء إريتريا على رأسهم فضيلة الشيخ برهان سعيد، فضيلة الشيخ حسن سلمان، فضيلة الشيخ عبد العزيز عطية، يا مرحبا، وفضيلة الشيخ أبو عمار، وجميع أعضاء رابطتنا المباركة رابطة علماء إريتريا. وأتقدم أيضا للشعب الإريتري الأبي المناضل الذي يكافح ويناضل من أجل حريته، ومن أجل أيضا يتنفس
الحرية، ويحق له ذلك كغيره من شعوب الإنسانية وشعوب العالم وشعوب الإسلامية. وكذلك تقدم بالتهنئة لأمتنا الإسلامية المباركة ولجميع المسلمين كغيري من أعضاء رابطتنا المباركة رابطة علماء إريتريا. أيضا نحن كمسلمين في إريتريا نعيش أجواء العيد ونفرح بهذا العيد. وهذا العيد له أيضا ميزة عندنا، وهو عيد الفطر المبارك الذي يعني يعتبر هو فطرا بعد صيام، وكذلك نحن نعتبره من الأعياد التي يعني تمثل يعني عيد الفطر عندنا له ميزة في منطقتنا شرق إفريقيا، أنه عيد بعد الصيام، وكذلك الناس يتزاورون ولهم يعني عادات وتقاليد مميزة في هذا العيد. وأتقدم أيضا لأبناء المنطقة عندنا في جيبوتي وكذلك في إثيوبيا وفي اليمن اللاجئين في هذه المنطقة أيضا، رغم أنهم يعيشون خارج بلدهم أيضا لهم أجواء العيد والفرحة ويتزاورون رغم معاناتهم في المخيمات، لهم أيضا يعني أجواء عيدية طيبة جميلة يعني. ما شاء الله، جزاكم الله خير. دكتور إدريس لاهدة، ها؟ قلت له هل عندك معاهدة بالعفري ولا؟ نعم تفضل. إذا أحببت. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا لإخواننا ولشعبنا في منطقة دنكاليا أريد أقدم تهنئة بالعفرية. يا سلام، باللغة العفرية. جدا جدا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين فرما عيد الفطر مبارك عليه عفريا إريتريا دنكاليا التنيتنيكي أيضا يعني يرول يعيشونوا أوروبا اليونونو عربا اليونونو وجيبوتي إثيوبيا سيدو حامل تنيتن عفره كادو عيد مبارك عليه عيد معيد نهكاي سين هيكاي أنو أساكو قناة سلامك سين ربهني هي قناة معي قناة يا مسلمين دايلو إريتريا دايلو لن نانكل ديني بريتوي ديني كساي ديني فتواي ربطهتني هي قتاكا إلا نانكل عيد سيني هم عارحي عيد معيد سيني هكا عارحي يلي معكو عافيتك صحتك يعني أمانة هاني بارو الناس كتارحي إريتريا لاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزي خير الشيخ إدريس لاهدة على هذه المداخلة. الآن ننتقل تمام. طيب خليكم معنا على الخط بس عشان يهنئ هذا الضيف اللي في الداخل أن تأخرنا عليه. نعم. تمام. طيب يا حبيبي باسل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا باسل حسين سعيد. باسل حسين سعيد، نور حسين، حسن حجوز، زهر الدين، أحمد الدين، علي معو دقدقة. هذا اسمك كامل، باقي قليل نصل نوح عليه السلام. تفضل حبيبي. حاب أعيد خالاتي وأعمامي كلهم عيدكم مبارك علينا وعليكم أجمعين. وعيد خالتي. من خالتك؟ أيوة. خالتي حياة وخالي إدريس. شو اسمه؟ خالتك حياة وخالتك إدريس وخالك مين؟ مصطفى. خالي مصطفى. مصطفى وسعيد. سعيد. نعم. والباقين كلهم. والباقين كلهم. طيب وعماتك؟ وعماتي أكيد عمي برهان وعمتي حياة ما شاء الله جمال عليك. عمي أحمد. وعماتك؟ عمتك حياة. عمتي منى. أيوة منى. شكرا. طيب هل عندك مداخلة إما نشيد أو قرآن أو نصيحة؟ قرآن تفضل. سورة قريش. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شكرا باسل، ابقى معنا. نريد الآن أن نشارك بهذا الشبل الطيب. عمار. ايه والله ليش لا. تفضل حبيبي، من اسمك؟ مرحبا. أنا في الجيدة من قلان. اسمك من يا عمر؟ قول اسمك. عمل إدريس عبده. الله 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 حبيبي، هل عندك نشيد؟ هات نشيد. النشيد. طيب ايوه. البروف على الاتصال. بروف السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا بروف، ختامها مسك. عليكم السلام، كل عام وانتم بخير، تعود الايام بالصحة والسلامة، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. انا ودي اشارك معاكم بس الان بمناسبة. حياك الله. اعطينا دقيقة واحدة فقط. الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح رئيس شورى رابطة علماء إريتريا تحدثنا عبر الهاتف من خارج اسطنبول. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم، كل عام وانتم بخير، تعود الايام بالصحة والسلامة. وانا المشايخ كان ودي اشارك معاكم اكثر من هذه الفترة القصيرة، ولكن في مناسبة أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وعيدنا مبارك، وإن شاء الله نقضي العيد في أيامنا القادمة في ديارنا ونتمتع بالخيرات التي فيها، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب ويحرر الأوطان ويعم المسلمين بالخيرات، وكل عام وأنتم بخير. آمين آمين. شكرا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح رئيس شورى مجلس شورى إريتريا رابطة علماء إريتريا، كنت معنا عبر الاتصال. عبد العليم الأستاذ دكتورنا الغالي وشيخنا حبيبنا عبد العليم إدريس أبو هاجر، الكلمة لكم. حياك الله وبياك يا شيخنا، تقبل الله منا ومنكم. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. واصل. هذا العيد ياتي الله تعالى شعبنا واهالينا جميعا، وان علينا بشرى سارة انه تتمكنكم يا عيال البلاد. آمين آمين. الصوت ضعيف، ارفع الصوت يا عبد الله. نعم الحين ايوه الان كويس. تفضل شيخنا. ومعي انا ابني الابناء سلمان. الله 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 الله. اعطينا اسمائهم. احمد ومين؟ هذا سلمان عبد العليم سلمان. ما شاء الله ما شاء الله. هذه تهنئة سلمان، أنا أجعلها أمانة عند أبو عمار. وهذه تهنئة مين؟ أحمد؟ تميم ما شاء الله. وهذه تهنئة تميم أيضا أجعلها أمانة عند أبو عمار، يعطيك نجيبها لك إن شاء الله ونسلمك إياها يدويا قريبا إن شاء الله. محتاج مين؟ خلاص اثنينكم، هذه تهنئتكم جاهزة. الله يجزي خير الشيخ أبو هاجر، شكرا لك على التهنئة. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. طيب الآن نتصل ختام ومسك على الأستاذة منى ونستمع إلى تهنئتها المباركة ثم
الأستاذة منى سعيد نور حسين معنا عبر الاتصال. طيب خلاص باسل تفضل، هذه مداخلتك، شكرا لك على المداخلة. خلي الشباب إذا كانوا موجودين يدخلون، لأن خلاص انتهى برنامجنا. أستاذة منى وينك؟ اتصل علينا ضروري. هلا 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 والروسة. ما شاء الله عليك. طيب مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. هل جبت عند بابا؟ ايه. ليش؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دقيقة خليني ارفع الصوت، ليش الصوت كذا ضعيف عندي؟ ايوه حبيبي، هذا لك حبيبي. عبد الرحمن، خلي عبد الرحمن على الهواء مباشرة. انا سامع صوتك بس ليش الصوت ضعيف؟ دقيقة الصوت. ايوه السلام عليكم. الو السلام عليكم. ردي عليا. الو. طيب مرحبا بكم، احنا حنقفل خلاص الساعة 4 الآن و5 تأخرتم. تفضل بمشاركتك. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. معكم ياسر محمد من اسطنبول. لا، ياسر محمد عبده من عبي عدي. أكد على هذه الفرمة. ياسر محمد عبده من عبي عدي. الله الله الله. تفضل. عيد مبارك، وأحب أعيد بهذا العيد لخالاتي وعماتي ولكلهم. ما شاء الله ما شاء الله. من خالاتك؟ مها وخديجة وريمة. أستاذة مها وخديجة. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. أيوة لحظة بالله عليكم، خليكم معي بس. تفضلي يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا على الهواء صح؟ نعم على الهواء. يسمعك الشعب الإريتري من عناء العالم. ما شاء الله. واصلي. لله الذي بلغنا رمضان، والحمد لله الذي أعاننا على صيامه وقيامه، والحمد لله جعل لنا فيه من الرحمة إن شاء الله أن يكون من الرحمة والمغفرة والعتق من النيران نصيبا كبيرا بإذن الله تعالى. وعليكم السلام. وعليكم السلام أختي الكريمة. بس دقيقة أعطينا فقط. تواصل الأستاذة منى ثم نعود إليك. كوني معنا على الخط. أهنئكم جميعا بحلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. العيد فرحة، وأسأل الله العلي القدير أن يديمها في قلوبنا بإذنه تعالى، وأتمنى لكم جميعا لنا ولكم أعوام عديدة ونحن في صحة وعافية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم اجعل هذا العيد بداية خير، آمين. لنا فيه ما نتمنى، واكتب لنا فيه سعادة لا تزول، وجبرا لكل قلب متعب بإذن واحد. جزاكم الله خير على هذه الدعوة للمشاركة. ونحن جدا سعداء أن نكون جزء من هذه العائلة الكبيرة، وجزء من هذه السعادة التي تغمر قلوبنا بعد أن تحقق لنا هذا الوجود وهذا العطاء الكبير إن شاء الله تعالى. وأسأل الله العلي القدير أن نكون لنا مغفورين بإذن واحد أحد. شكرا الأستاذة منى الجبرتي. اتصال الهاتفي تهنئ الشعب الإريتري. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله. معنا على اتصال من؟ الشيخ بيان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا. تفضل شيخ بيان. الله يبارك فيك. أولا تقبل الله منا ومنكم، وعاد علينا وعليكم بالأمن والسلام. نسأل الله يجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وحاز على عظيم الأجر. آمين.
وأهنيكم جميعا على هذا عيد الفطر المبارك. أنا عندي مشاركة سريعة بس يا شيخ برهان عشان أفتح المجال. تفضل شيخ بيان، لأنه خلاص انتهى الوقت ونحن الآن في الوقت الضائع. تفضل. طيب أبشر إن شاء الله. الحكمة في توقيت الله عز وجل اختيار عيد الفطر أن يكون بعد رمضان، في وراها حكم وأسرار تربوية. جميل. أنا أذكر منها 3 على عجل. لو تلاحظ شهر رمضان شهر تهذيب النفوس وتنقية القلوب، صيام وقيام وسحور وعمرة وما أشبه ذلك، فمدة كافية جدا أن النفوس تتزكى وتطهر. بعدها إذا ما صار يعني الإنسان في يوم العيد أنه يلتقي بأحبابه وإخوانه صفاء نفس، فتكون مدرسة رمضان بالنسبة له ما استفاد من الفائدة فيها تعتبر ناقصة. يعني مدة كورس كافي لأن يكون القلب صافي. إن شاء الله أن تكون هذا التوقيت حتى تكون في صفاء للنفوس. هذا واحد. الأمر الثاني بارك الله فيك أن الجائزة الإلهية وأثر النفسي. لو تلاحظ أن يوم العيد يوم فرح ولا يجوز فيه أصلا الصيام، ما يجوز الإنسان يصوم، كأن الله عز وجل يكافئ عباده بعد طول عباد شهر كامل، كأنه يكافئهم سبحانه وتعالى ويعطيهم هذا اليوم كإجازة لهم. وهذه الإجازة كأنها جاءت بعد تعب، لا حلاوة للإجازة ولا طعم لها إلا بعد نصر. وهذا يذكرنا تلقائيا بالإجازة الإلهية التي تكون في الجنة، الله عز وجل يعطيهم وينعمون فيها بجزاء بما كنتم تعملون بعد عمل طويل في الدنيا. الفائدة التربوية الثالثة أن الله جل وعلا بدأ يوم العيد بالصلاة، بدأت بالصلاة، وأول ما تبدأ تشرق الشمس تبدأ تصلي. طيب إيش الرسالة اللي هنا؟ إيش التوقيت اللي هنا؟ الرسالة اللي هنا أن الفرح يوم العيد إنما هو الأصل فرح جماعي، والفرح الفردي يعتبر ناقص. فجميل المشاركات مثل مشاركاتكم في قناة سلام جزاكم الله خير، أن تكون هناك مشاركة فرح جماعية، صلة الأرحام فرح جماعية، اللقاءات المناسبات اللي تكون يوم العيد فرح جماعية. فهذه كلها رسالة بأن الإنسان لا يفرح بمفرده ما يفرح مع جماعته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ بيان عبد الواسع أحد علماء إريتريا ودعاتها المعروفين، جزاك الله خيرا ورضي عنك، كنت معنا عبر الاتصال من خارج الاستوديو. كلمات طيبات وكانت خاتمتها خاتمة طيبة كما يقولون ختامها مسك. مشاهدي الأكارم، انتهى برنامجنا اليوم ونحن نهنئ الأمة الإسلامية ونهنئ الشعب الإريتري خاصة بحلول عيد الفطر المبارك. وإن أنسى فلا أنسى أن أتمنى السلامة والأمن والأمان لشعبنا السعودي، المملكة العربية السعودية، وكذلك مملكة الشعب القطري، وأيضا الشعب البحريني، وأيضا الشعب الكويتي ودول الخليج عموما. كما نتمنى السلامة أيضا للمسلمين في إيران، نتمنى لهم السلامة كذلك، ونسأل الله تعالى أن يرفع هذه الغمة عن الأمة الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يرد كيد الأعداء والمجرمين من الصهاينة ومن أعوانهم، أن يرد كيدهم العيد مبتسما يحيي اليوم أوطانا وأذلنا ليومنا. فريق العمل في داخل استوديو قناة سلام، كل عام وأنتم بخير. وقبل أن أختم طبعا لديه الضيوف حبيب الأستاذ ياسر عيد باقي الأستاذ عبد الرحمن يعيد إن شاء الله، وهذا البطل فارس كاسمه فارسا، نسأل الله تعالى أن يجعله جندا ومجاهدا وناصرا لدينه ولعباده. ابن أخي محمد عبده، تفضل. عليكم السلام كاتب. نحب نقول لكم كل عام وانتم بخير وعساكم من الوادة، وتشرفنا بهذا اللقاء الجميل، يعطيكم العافية ما قصرت. تحب تهنئ من؟ أحب أهنئ أهلي الوالد والوالدة. أيوة. ونحب نقول ونهنئكم جميعا ونقول جزاكم الله خير، يعطيكم العافية. الله يجزيكم. الله يجزيك خير. شكرا لكم أستاذ ياسر، هذه تهنئتك.
تفضل، هذه عيديتكم. وتفضل أستاذ عبد الرحمن، هذه عيدية مقدمة من قناة سلام. وهذا عمار. نعم. وهذا البطل أنا هذا. لا ما أعطيناه شو اسمه. هذه الفلوس. هذه فلوس. هذه عمار لك. عيدية تهنئة. العيدية. هي الحبيبة. أيوة. نعم. شكرا لكم مشاهدي الأكارم على حسن المتابعة، ونعتذر لمن اتصل ولم نرد عليه أو لمن اتصل ولم نتمكن من الاتصال بنهاية الوقت. أشكركم جزيلا وكل عام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطل العيد مبتسما يحيي اليوم أوطانا، وعاد لنا ليغمرنا تحيات وعرفانا. أطل العيد مبتسما يحيي اليوم أوطانا، وعاد لنا ليغمرنا